بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. معشر الإخوة والأخوات في حزب العدالة والتنمية بالخصوص، والذي أراد أن يتابع فله ذلك. كلكم تعرفون الظروف التي مررنا منها كحزب سياسي منذ الإعفاء الذي أعفاني فيه جلالة الملك من رئاسة الحكومة، والتفاعل الإيجابي الذي تفاعلنا فيه، والتعيين الذي تبعه للأخ الدكتور سعد الدين العثماني كرئيس للحكومة، ثم بعد ذلك انتخابه أمين عاما للحزب. في هذه المرحلة كلها هي وأنا مرة استشعارا لمسؤوليتي في الحزب كنت أتوجه إليكم بالكلام في بعض المواضيع اللي كنت ما كنقدرش نسكت عليها، وبالخصوص القضية ديال اللغة العربية اللي كنت تكلمت عليها وعبرت على الرفض ديالي للقرار اللي داز واللي كتعرفوه كاملين. ومن بعد منه تقريبا ما بقيتش كنشعر باللي ممكن باقي نتكلم، تنشعر ما بقى عندي ما نقول انا وهاد القياده المحترمه ديالنا في الحزب. بطبيعه الحال ما كانتش قطيعه مطلقه، بعض الاخوان كانوا كيجيو لعندي وكيجلسوا معايا وتنتذكروا الى اخره، وبعض النوبات كانت الشبيبه تستدعيني يمكن مره واحده ولا جوج باش كنمشي نتكلم معاهم شي شويه والسلام. فانا كنت داخل في اطار صمت الشخص الذي لا يرى ما يسره، باش نكون معكم صريح وواضح. وحال بيني وبين ان اغادر الحزب بكل صدق باش نقولها لكم، وراس تظهر لي سبق لي قلت لكم هذا الكلام. حال بيني وبين ان اغادر الحزب انه ما بغيتش في شي لحظه يوقف علي الحزب لمهمه معينه او تدخل معين او شيء من هذا القبيل ونتسمى خويت به. ما صافي ما بقاتش الامور بالنسبه لي كما هي. وطبعا العلاقات الاخويه اللي تنسجت على مدى 40 سنه مع عدد من الاخوان واقل شويه مع اخرين حتى هي بطبيعه الحال ماشي سهله. ولكن هاد الايام هذه حدثت في المغرب احداث كبيره. الاولى هي القرار الصائب ديال جلاله الملك بالتصفيه ديال القضيه ديال القرقرات بالطريقه الموفقه التي ربما حياها العالم كامل، ماشي غير القوى الوطنيه الداخليه. ثم بعد ذلك هذا الاعتراف ديال الرئيس الامريكي بالسياده ديال المغرب على الاقاليم الجنوبيه ديالو، وبطبيعه الحال بهذا الاستئناف ديال العلاقات من خلال اعاده فتح هذا المكتب ديال التواصل بين المغرب وبين دولة إسرائيل. وكنت غادي نتكلم في هذيك الوقت كنت غادي نتكلم ونبدي بالرأي ديالي ونشرح ونوضح، ولكن بكل صدق قلت نخلي، لأنه كاين حزب سياسي عنده أمين عام وعنده أمانة عامة، وكيف ما تكلمت غيبان بحال شي شويه تنضيق عليهم بشكل او باخر او تنشوش عليهم. ما بغيت لا نشوش عليهم ولا نضيق عليهم. بطبيعه الحال ما كاينش شي انسان مغربي بعقله اللي غادي يقول بلي هو ضد الاعتراف ديال
ديال الرئيس الامريكي بالسياده ديال المغرب على الصحراء ديالو. اسمحوا لي الاخوان الكرام والمحترمين، اللي كان مسؤول بحال اللي كنت انا تيعرف شنو هو الوزن ديال هذا القرار. هذا واحد القرار كبير جدا ولا يتخيل مدى حجمه. وبلا ما يقول لي حتى واحد يقدروا يتراجعوا غدا الامريكيين ولا ما يتراجعوش، لكل حدث حديث. كنهضروا على الواقع هو هذا، وهذا شيء كبير جدا. وانا اللي كنت رئيس ديال الحكومه وما كنتش كنتدخل في القضيه ديال الصحراء الا باذن من جلاله الملك، لسبب واحد بسيط، وهو انه هذه القضيه هذه انا كنت كنعتبرها قضيه سياديه، وما يمكنش لرئيس الحكومه يتدخل فيها الا بالاذن ديال جلاله الملك. لانها علاش؟ لانها فيها معركه دامت 40 سنه او اكثر، وهي في الحقيقه راه من الاستقلال ديالنا وهذه القضيه خدامه. انا باقي كنتذكر هذا الشيء، كنتذكر التدخل ديال وزير الداخليه ديك الساعات السي محمد بن هيمه ملي كان كيتكلم مع الناس ديال الصحراء، والتطورات ديال الاشياء كلها تنعرفوها. ولكن احنا دزنا من مراحل صعيبه جدا، ماشي سهل شنو كانت كدير مع الاسف الشديد القياده الجزائريه باش 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 باش, باش تحطم العلاقه ديالنا باقاليمنا الجنوبيه، وباش تدخل البلاد كلها في خطر لا يعلم مصيره الا الله. باش نكون معكم صريح وواضح، بل غنقول لكم واحد السر. كاين المرات اللي كان سيدنا هو تيتصل بيا باش يطمئني. واحد النهار مشيت لموريتانيا وكانت قضيه في الامم المتحده، وهو اتصل بيا، عرفني منزعج غايه الانزعاج، متخوف من شي قرار كان ربما غيصدر الامم المتحده. هو اتصل بيا تيطمئني، تيقول لي السي نكيران راه كلشي الحمد لله هذا مزيان الى اخره. بلا ما نقول لكم المرات اللي استقبلت فيهم روس، ولا اللي كيعرف، ولا اللي استقبلت فيهم غير واحد السفير الامريكي كان عندنا هنايا، بغيت كنتكلم معاه حتى عزيت انا على راسي. هذا حدث كبير جدا. بطبيعة الحال رافقه هاد الاستئناف ديال العلاقات اللي كانت بين المغرب واسرائيل من 94 حتى 2002، رافقه في نفس الوقت. بطبيعة الحال حنايا كحزب سياسي جاي من الحركة الإسلامية، الثقافة ديالنا هي أننا احنا ضد التطبيع. هذه هي الحقيقة، هي هذه. واش هذا تطبيع ولا ماشي تطبيع؟ على كل حال المغرب راه ماشي هو دولة أخرى، سمحوا لي. والمغرب راه كنظن كيعرف اش كيدير، وراه غادي بخطوات يعني محدوده ومضبوطه. ورا جلاله الملك هو اللي تيتخذ القرار في هذا المجال، وراه اتخذ القرارات اللي اتخذ. لما اتخذ جلاله الملك القرارات اللي اتخذ، ممنع على حتى شي واحد يبين الراي ديالو في الموضوع. وداك الشيء علاش حركه التوحيد والاصلاح اتخذت القرار ديالها كتاسف لهذا الموقف هذا، في اطار الاحترام اللازم، في اطار المسانده ديال جلاله الملك في القضيه ديال اقاليمنا الجنوبيه. وما قال لها حتى شي واحد حتى شي حاجه. كان طبيعه الحال مشاكسات صحفيه، هذاك الشيء عادي. ولكن الاخوان المحترمين، الامانه العامه ديال الحزب اجتمعات ودارت بلاغ وتمنات فيه القرار ديال جلاله الملك بالتشديد والتغليظ والتوكيد. والقرارات ديال جلاله الملك في الاستئناف ديال المسانده ديالو للقضيه الفلسطينيه بنفس المستوى، وعدم التراجع ديالو عن اي شيء الى اخره. هادشي كله حنا شفناه. والامانه العامه
هي اللي تذكرت في هذا الشيء، والسي سعد هو اللي وقع البلاغ، فهمتيني ولا لا؟ وكانت بعض المناكفات من هنا ومن هنا، كاين اللي عجبو الحال كاين اللي ما عجبوش الحال، في اطار الحوار الديمقراطي وداك الشيء ما كاين مشكل. حتى جا البارح التوقيع اللي وقعوا السي سعد الدين العثماني امام جلاله الملك. بطبيعه الحال حتى واحد فينا ما غيعجبو الحال، ولكن سمحوا لي، ما بين ما يعجبناش الحال ونقولوها كاع، ولا نراسلوا رئيس المجلس الوطني، ولا نراسلوا الاخ الامين العام شيء، وما بين نوضوا نبغيو نتصرفوا تصرفات يفهم منها اننا كنسفوا يعني هذا الموقف الاول اللي عبرنا عليه في البلاغ ديال الامانه العامه. هذا اسمحوا لي هذه ماشي سياسه. والكلام اللي صبح تيتقال اليوم باللي خصنا نقيلوا السي العثماني ونكلفوا السي سليمان برئاسه الحزب الى اخره، انا اسمحوا لي هذا ماشي هو الحزب اللي كنعرف. الحزب اللي كنعرف حزب ديال المؤسسات، والمؤسسات كتجتمع في الوقت المناسب وكتناقش. ولكن قبل ما ندخل لهذه القضيه هذه اللي هي مهمه بالنسبه لي، مهمه جدا واساسيه، بغي نقول لكم باللي الحزب اليوم ماشي حزب سياسي عادي، هو حزب سياسي كيترأس الحكومه هذه 10 سنوات، من 2011، من 29 نوفمبر 2011. واذا بصفته كيترأس الحكومه راه هو عضو اساسي في البنيه ديال الدوله اللي كيترأسها جلاله الملك، واللي هو اللي كيتخذ القرار بصفه عامه، ولكن بالخصوص في القضايا المصيريه والسياديه بحال هذه. انه ما يعجبناش الحال هذاك حقنا، ولكن ما يمكن ليناش نبداو نقولوا كلام او نتصرفوا تصرفات اللي تسمى فيها اننا خذلنا الدوله ديالنا في قضيه حرجه وفي لحظه حرجه. سمحوا لي، والله يشهد ان هذا الكلام هذا فكرت باش نقولوا البارح في الليل، ونطلب منكم تسكتوا الله يجزيكم بخير. طبعا انا ما عنديش دابا صفه، انا فقط عضو في المجلس الوطني، ولكن كنعرف باللي الحمد لله عندي مكانه اللي كتسمح لي نخاطبكم بهذا الخطاب. وسكت حتى لهذا الصباح، حتى سمعت عاوتاني هذا الشيء هذا اللي كيروج والناس اللي كيتكلموا فيه، وما عجبنيش الحال، لانه حزب العداله والتنميه خصو ما يلعبش. سمحوا لي، النهار الاول فاش دخلنا لهذا المسار السياسي، دخلنا لهذا المسار السياسي بسبب بسيط، وهو قلنا نكونوا قراب من مراكز اتخاذ القرار يعرفونا على حقيقتنا، ما يظلموناش بحال اللي كتظلم الحركات الاسلاميه في العالم. ومشينا الحمد لله، واحد الوقت بلادنا وقفت علينا وقفه صحيحه، ولقاتنا الحمد لله في الوقت المناسب، وخرجنا من الربيع العربي كأحسن ما تخرج أي دولة، ويمكن أحسن خروج اللي وقع في الأمة العربية كلها هو ديال المغرب الحمد لله. وحتى واحد ما غادي يقدر ينكر الدور ديال العدالة والتنمية في هذا الخروج اللي خرج. ومشينا الحكومة 5 سنوات، وماشي كنا دائما متفقين فيها مع الدولة بما في ذلك مع جلالة الملك، باش نكون معكم صريح، ولكن كنا كنحلوا المشاكل بيننا وبينه بالاحترام اللازم والتقدير اللازم والتوقير اللازم لجلالة الملك. راه ماشي المغاربة خطأ عاملين الشعار ديالهم الله الوطن الملك. ونزيد نأكد على هذه القضية في هذا الوقت هذا باش نقول لكم ردوا البال مزيان مع جلالة الملك. غنقولها اليوم واخا شويه قاصحه عليا، غنقول لكم كانوا ملي كيجيو لعندي الاجانب
وتيجبدوا معايا الملكيه، تنقول لهم شوفوا الا جيتيو ولقيتيو الملكيه غتلقاو المغرب، لما لقيتيوش الملكيه ما عرفتكمش اش غتلقاو، واش غتلقاو دوله وحده ولا دول متعدده ولا فوضى عارمه ولا حرب اهليه والله اعلم. وكنت اقول ذلك يعني ايمانا وصادقا، وباقي آمن بقناعتي الى الان. وكنقولها لكم وكنعودها لكم، ولا عشنا نقولها لكم ولا متنا تذكروني عليها. هذا الشيء اللي تيبان لي انا، وهذا هو الصواب اللي كاين. والاخوان ديالنا تبعوا هذا الشيء ومشاو. ولو انني انا مشيت من رئاسه الحكومه، بقات رئاسه الحكومه في الحزب، ومشاو الاخوان الامور ديالهم. ماشي انا ضروري يعجبوني شنو كيفاش سيروا. انا ما بقيتش رئيس ديال الحكومه ولا انا عضو فيها، وملي ما كانش كيعجبني الحال راه ما كانش كيعجبني الحال. ولكن الحزب عنده صوره في المجتمع، وعنده تقدير في الدوله، عنده واحد المنطق بالنسبه للدوله. هذا الحزب هذا الا كان في الحكومه معنى انه راه طرف في الدوله. ما كاينش طرف في الدوله تيخوي بالدوله، ما كاينش هادشي، سمحوا لي. واي كلام على هذا الشيء ديال السي سعد الدين العثماني دابا هكذا كيتقرا وهكذا كيتأول. ورحنا دابا ماشي كنديروا واحد الماتش داخلي. دابا رحنا في واحد المعركه خارجيه. الولايات المتحده كتشوف، فرنسا كتشوف، اوروبا كتشوف، العالم كله كيشوف. حنا ما تنخويوش بالدوله ديالنا في هذا الوقت. وخصوصا كما قلت لكم ان هذا الشيء هذا تيتهيأ على بكري. واش ملي كانوا الاخوان في الامان العامه كيديروا ذاك البلاغ ديالهم ونوهوا بالموقف ديال جلاله الملك، نوهوا بالاعتراف ديال ترامب بالسياده على الاقاليم الجنوبيه، ونوهوا بالموقف ديال جلاله الملك في القضيه ديال القرقرات، ونوهوا بالموقف ديال جلاله الملك في القضيه ديال فلسطين. واش كنا كنلعبوا؟ داروا اشاره لذاك الشيء اللي كان سابقا، هذاك حاجه اخرى ماشي مشكل. ولكن الحزب كيحترم نفسه، ما يمكنلوش يتصرف تصرفات اللي تكون النتيجه ديالو النقد ديال الغزل ديالو. انا سمحوا لي هذا الشيء ما متفقش عليه. طيب رانا وسي سعد رحنا بيناتنا دابا غير الصواب، غير الصواب، ما حتى العلاقات ما كنتشوفوا ما والو. ولكن سمحوا لي هذا راه الامين العام ديالنا، حتى واحد ما لزموا علينا، صوتوا عليه، وراه رئيس الحكومه جلاله الملك اللي عينو، وكنتو فرحانين من اللي عينو. كونه البارح مشى وقع امام جلاله الملك ما يعجبكمش الحال، هذيك حاجه اخرى. الدوله على كل حال الرئاسه ديالها هي ديال جلاله الملك، وراه هو اللي كيتخذ القرار شكون اللي غيوقع وشكون اللي ما غيوقعش. واش كان من الممكن سعدي يرفض ولا يقبل؟ ممكن، ولكن ما يمكن لكمش تحكموا عليه مع الصباح. وقع البارح تحكموا عليه مع الصباح، هذا هو حزب المؤسسات. من اللازم نحترموا المؤسسات ديالنا ونعقدوا مجلس وطني في الوقت المناسب، او نعملوا مؤتمر استثنائي. ولكن لابد نعقدوا مجلس وطني ديالنا ونسمعوا للسي سعد اش تيقول، نعرفوا اش تيقول، شنو هي المعطيات ديالو، وديك الساعات نحكموا عليه باش ما بغينا نتخذوا القرار اللي كيسلكنا. واش غير وقع البارح يعني صافي يعني كل شيء طاح؟ وانا بالنسبه لي يطيح الحزب هذاك شغالو، ولكن تيخصني الدوله ديالي ما تبانش امام الناس
اننا كنلعبوا حنا او اننا اضحوكه. خصكم ما تنساوش المواقف ديال جلالة الملك المشرفة، لا في القضية ديالنا ديال الصحراء، لا في القضية ديال فلسطين، لا في القضية ديال الحزب ديالنا. سمحوا لي الاخوان، هذا الحزب راه كان مطلوب يتحل من النهار اللي جا سيدنا، بعد ما مات الحسن الثاني بشويه كان مطلوب يتحل. وراه كانت عند واحد العدد ديال الناس اشياء كيعتبروها مبررات، وملي غيجي سعد يتكلم غادي يقول لكم ديك الساعات راه هو اللي كان نائب ديال الامين العام، وملي استقبلوا سيدنا فقادير شنو قال له ومرارا وتكرارا، ولا الحكومه ديالكم. ايوا، وحتى الا بغيتوا تخرجوا من الحكومه ماشي مشكل، تخرجوا من الحكومه، ولكن في هذا الظرف هذا ما كاينش هذه الهضره، هذه الهضره ما كايناش دابا. هذا الوقت اللي حنايا مع سيدنا، وهذا الشيء كنت كنقول لكم. سمحوا لي يا الاخوان المحترمين، راه ما كاينش لا هي انا معاك في هذه انا ماشي معاك في هذه. الا كنتي ماشي معايا في هذه خليك اخويا في المعارضه، قول انا معاك في هذه انا ماشي معاك في هذه. اما الا دخلتي للحكومه وكنتي الامين العام ديالك هو الرجل الثاني ديال الدوله، وسيدي اسمح لي الرجل الثاني ديال الدوله ما كيخرجش على الرجل الاول ديال الدوله. سمحوا لي، الا كانت شي حاجه اللي ما نعرف شنو، ولكن دابا هذا الشيء هذا راه ماشي عاد اليوم، دابا راه من النهار اللي اتخذ القرار الاخوان ديالنا في الامانه العامه داروا بلاغ واشادوا يوصل عندي. ولا خلينا دعنا نشيد وكذا الى اخره، وفي الاخر نتخواو لا ما يمكنش. اللي تيدخل لهذا الشيء تيدخل له بالقاعده، واللي غادي يخرج منه تيخرج منه بالقاعده. الا اقتضت المصلحه شفنا باللي المصلحه، ولا ما قدرناش على واحد الحاجه كنقولوها في الوقت المناسب باش الدوله كتتخذ الاحتياطات ديالها والاجراءات ديالها. ماشي تخليو حتى يجي سعد الدين العثماني قدام سيدنا وقدام العالم كامل ويوقع وتخرجوا تقولوا لا صافي حنا ما تليناش متفقين، ما تليناش لاعبين، غنحيدوا العثماني من رئاسه الحزب. ما تحيدوش من رئاسه الحزب، ما تحيدوش من رئاسه الحكومه. هذا الوقت ديال تمتروس وراء جلاله الملك. البلاد ايطون كيستيون، السمعه ديالها اقاليم من الجنوبيه، قضيه ما فيهاش اللعبه الاخوان المحترمين. ولهذا ارجوكم كفوا. الا كنا دوله، الا كنا حزب ديال المؤسسات وعندنا مجلس وطني وعندنا المؤتمر، ملي نجيو للمجلس الوطني نديروا اللي بغينا، ملي نجيو للمؤتمر نديروا اللي بغينا. ما يمكن ليناش نضغطوا اليوم على الدكتور سعد الدين العثماني ويمشي لا قدر الله يقدم استقالته ولا شوف شنو غادي يعمل، ونوليو في ازمه نخلقوها حنا للدوله ديالنا. لا، الا كانت تكون هذه الازمه تكون عندنا حنا. هو اللي ترأس الجلسه ديال الامانه العامه، وهو اللي وقع البيان، ومعاه الامانه العامه، وكانوا فرحانين. وملي تلقاو المره اللي من بعد كانوا فرحانين يعني بالاصداء اللي كانت عند هذاك البلاغ وكذا الى اخره. والا دخلتي لشي حاجه بحال هكذا خصك تمشي حتى للنهايه. الدوله ما فيهاش اللعب وما معهاش اللعب، وما خصش يكون معها اللعب. لهذا خص الاخوان ديالنا يكونوا واعيين ويبقوا واعيين. وانا تنكرر تنقول لكم اليوم ما عندنا الا موقف واحد، وهو المسانده ديال جلاله الملك. لاننا كنترأسوا الحكومه ماشي حتى اعضاء فيها. هذه ماشي قضيه بيننا وبين العثماني. والعثماني ملي غادي يجي عندنا المجلس الوطني ويشرح لنا داك الشيء اللي تيقول غنقولوا له راينا.
ولا بغينا هذيك الساعه تمشي في حالته ولا يبقى ولا هذاك شغالنا. ولكن اليوم لا، اليوم حنا بحال اللي كنا دائما، عندنا الدولة ديالنا والملكية ديالنا أولوية. وثم احنا درنا واحد المجهود الإخوان وصبرنا على أشياء باش يبقى الحزب موحد. إلا كل واحد بغى يدير داكشي اللي قال له راسو ما غاديش يبقى حزب موحد. انا كنت عارف بلي واحد العدد ديال الخصوم ديالنا كانوا باغيين نخرج من الحزب واحد الوقت، وكاين اللي كيقول لك دير حزب اخر وداك الشيء، وكنعرف بلي هذا الشيء هذا غيشت الحزب، ولا شت الحزب غيبقى لنا حتى دور في المجتمع. الحفاظ على وحدة حزبنا اليوم الهدوء، لانه سكيون كيستيون ماشي هو الحزب، هو مصلحة الدولة العليا، وأمام مصلحة الدولة العليا ما كنلعبوش. اسمحوا لي. أرجو أن أكون قد كنت واضحا في كلامي، وأطلب من الإخوة أن يهدأوا وينتظروا الوقت المناسب اللي غادي نتكلموا فيه مع الأمين العام ديالنا. والسلام عليكم.